وبعد كام يوم بيروح مارك وايزي لسام عشان يشوفوها، وكان في الوقت ده مشغول ويليام مع حفيدته ايزي، فاستغلت سام الفرصه وخدت مارك وراحوا يتمشوا شويه ويتكلموا في اللي بيحصل لها. فسام قالت لي انها شافت مخلوق غريب مش من الارض، وبتسال نفسها وبتفكر مع مارك اذا كانت جابت المخلوق الغريب ده وهي بتهبط للارض ولا لا، وده لان المهمه بتاعتها كانت ارسال اشارات للفضاء. وقبل ما مارك يرد عليها قطعت ايزي كلامهم، وبعد كده بنشوف سام مع ويليام وهما بيراجعوا كل كاميرات المراقبه في التوقيت اللي شافت فيه سام المخلوق الغريب. والمفاجاه انهم لما راجعوا الكاميرات ما لقوش اي حاجه ظاهره قصادهم، وحس ويليام ساعتها انها بتمر بفتره توتر وبيتهيأ لها حاجات مش موجوده، وفكرها كمان انها لازم تستريح شويه. واول لما ويليام طلع فوق خلت سام الكمبيوتر يعمل مسح شامل للبيت، واكتشف النظام وقتها 9 اشخاص اللي هم عيلتها والفريق اللي معاه. فحبت سام تخرج مع مارك يتمشوا شويه، وكان معاهم في الوقت ده ايزي. وبنشوف هنا مارك كان لطيف جدا مع سام، لكن فجاه بيسمعوا صوت غريب واكتشفوا ساعتها ان ايزي اختفت من قصادهم، ففضلوا يدوروا ويندوروا عليها لحد ما ظهرت فجاه ايزي وخضتهم. وكانت ساعتها ماسكه صرصار ميت في ايديها، وفي لحظه معينه كان في حاجه مش طبيعيه بتحصل حواليهم.